يقول الله تبارك وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من أخلاق المؤمنين ومن أوصافهم شكر النعم. الإيمان شطران: صبر وشكر. الصبر على الشدائد والشكر على النعم. الصبر على الضراء والشكر عند السراء. فلما أمر الله تعالى بالصبر أمرهنا بالشكر، ومن الشكر الإنفاق من رزق الله. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق لا غيره. قال الله تعالى: يرزقكم من السماء والأرض إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الرزاق هو الله، وأنت العبد لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا رزقا. الله تعالى هو الذي يرزقك، والله سبحانه وتعالى الذي رزقك وأعطاك هذه النعم أوجب عليك شكرها، ومن شكرها أن تصرفها فيما أمرك الله تعالى أن تصرف فيه الأموال. قال: وأنفقوا مما رزقناهم. وأنفقوا مما رزقناهم أي مما أعطيناهم. أخرجوا الأموال وصرفوها التي أعطيناهم إياها فيما أمرناهم بالإنفاق فيه. فقول الله تعالى مما رزقناهم يشعرك أنك لست مالكا لهذا المال. المالك له على الحقيقة هو الله، وأنت موكل فقط. ومن المعلوم أنه يجب على الوكيل أن لا يتجاوز شروط الموكل. أنت وكيل، فإذا وكلك إنسان على قضية ما لا يجوز لك أن تتعدى الحدود الذي كلفك به. كذلك الله تعالى وكلك على هذا المال وجعله في يدك وأمرك بإنفاقه، فيجب عليك أن تنفقه وأن تتصرف فيه وفق أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. هذا المال اللي عندك مش مالك، هو مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن أنت مستخلف على هذا المال، أنت وكيل. هذا المال لم تخرج به من بطن أمك، خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، ثم تفضل الله تعالى عليك وأعطاك من ماله وأعطاك من رزقه لأجل أن تنفق على نفسك، وأن تنفق على عيالك وأولادك ووالديك، وأن تنفق منه على دوابك، وأن تنفق منه على الفقراء والمساكين الذين لا يملكون ما ينفقون على أنفسهم. وأنفقوا مما رزقناهم. ثم قال تعالى: سرا وعلانية. الإنفاق يكون سرا ويكون علانية. قيل معناه يكون سرا في الصدقات المتطوع بها، وعلانية في الزكاة الواجبة. فكما أن الصلاة الواجبة ينبغي أن تكون جهرا علانية في المساجد،
والنوافل ينبغي أن تكون سرا في البيوت، كذلك الزكاة الواجبة تكون علانية، والصدقات المتطوع بها تكون سرا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقيل سرا لمن لا يعرف بالأموال، وعلانية لمن يعرف بالمال. إذا كنت شخصا لا يعرف الناس بأنك تملك الأموال، فإذا وجدوك تتصدق علانية ربما اتهموك بأن هذه الأموال قد اختلستها أو جئت بها من طريق غير شرعي، فينبغي لك فرارا من التهمة أن تنفق سرا. وأما إذا كنت معروفا بالمال لا تتهم فينبغي أن يكون إنفاقك علانية. إذن قيل سرا في الصدقات التطوع وجهرا في الزكاة الواجبة، وقيل سرا لمن لا يعرف بالأموال وعلانية لمن يعرف بالأموال، وقيل سرا لمن يخاف على نفسه الرياء أو السمعة، وعلانية لمن لا يخاف على نفسه رياء ولا سمعة، وقيل سرا في حق من لا يقتدى به، وعلانية في حق من يقتدى به. إذن الصدقة تكون سرا وتكون علانية، والأفضل في حق من لا يخاف على نفسه الرياء أو السمعة ولا يقتدى به أن يسر صدقة التطوع وأن يجهر بالزكاة الواجبة. وأما إذا كان يخاف على نفسه الرياء والسمعة فينبغي له الإصرار في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذن يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن تنفق حيث أمرك بالإنفاق، وأن تمسك حيث أمرك بالإمساك. وقلنا إن هذا الإنفاق يشمل الزكاة الواجبة، والإنفاق الواجب الإنفاق على النفس، والإنفاق على من؟ على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين الفقيرين وعلى الدواب، وفي النذر كذلك من الإنفاق الواجب. ويكون الإنفاق تطوعا في الأبواب الكثيرة، في التصدق على الفقراء والمساكين، وفي عتق الرقاب، وفي الضيافات، وفي إعانة المحتاجين إلى غير ذلك. الإنفاق له أحوال يكون فيها واجبا وأحوال يكون فيها مستحبا. ومن الإنفاق الواجب الزكاة. فما معنى الزكاة؟ قال ابن فارس: حرف الزاي والكاف مع حرف العلة يدل على معان منها النماء والزيادة حسا ومعنى، والطهارة والمدح. الزكاة معناها النماء والزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة أمامه كالجبل العظيم. الزيادة الزكاة تزكو، أي يزكو ثوابها عند الله تعالى حتى يجد الإنسان صدقته عند الله يوم القيامة
كالجبل العظيم يزكو ثوابها عند الله، أو يزكو صاحبها بالأخلاق الفاضلة. في الزكاة هنا بمعنى الطهارة، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الأنجاس ومن الأمراض القلبية. إذن الزكاة تدل على النمو الحسي، كقولك زكاة الزرع إذا نما وارتفع، والنماء المعنوي تقول زكاة فلان إذا كثرت أخلاقه الطيبة وكثرت أفعاله الحميدة. فالله تعالى سمى الزكاة زكاة لأنها ينمو ثوابها عنده سبحانه وتعالى، يزيد ثوابها عند الله. أو من الطهارة لأنها تطهر صاحبها، أو تطهر المال الذي أخرجت منه. المال إذا أخرجت منه الزكاة تطهر، ولذلك جاء في الخبر ما دخلت الزكاة في مال إلا أفسدته، إذا ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته. الإنسان ما يخرج الزكاة من ماله يفسد ماله، ويظن أن ماله سيزكو وسيزيد بعدم إخراج الزكاة، ولكن في الحقيقة العكس، أمواله تذهب هباء منثورا. ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته. وقالوا أيضا الحجرة المغصوبة رهن بخراب الدار، فكذلك الزكاة إذا بقيت في المال فهي رهن بذهابه. الإنسان بنى دار أو قصر في حجرة مغصوبة، تلك الحجرة تؤذن بخراب هذا البيت، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الحجرة المغصوبة رهن بخراب الدار. كذلك الزكاة إن لم تخرج رهن بذهاب المال وبتلويثه وبإفساده. إذن الزكاة تطهر المال وتطهر نفس الإنسان من الشح ومن البخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كما تطلق الزكاة على المدح، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوا أنفسكم. الزكاة تطلق على الزيادة الحسية والمعنوية، وتطلق على الطهارة، وتطلق على المدح. وأما في عرف الشرع الزكاة هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويدفع لأشخاص مخصوصين. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، مقدار معين يؤخذ من أموال معينة. إذا بلغت هذه الأموال مقدارا معينا النصاب وتدفع لأشخاص معينين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الزكاة في عرف الشرع مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويدفع لأشخاص مخصوصين.